طمنا اخبار الحملة ايه واخبار التصويت في عند حضرتك. والله الحملة هنا الحمد لله كله تمام. زي ما حضرتك عارف النتائج كلها كانت جود سربرايز زي ما بنقول. الناس كلها يعني ما كانش حد متوقع الارقام دي نوعا ما. انا طبعا لسه راجع من السفارة من حاجة بسيطة. طبعا حضرتك عارف المشكلة بتاعت التوكيل، انا معيش التوكيل فبضطر اروح على فريندلي بيسس يعني عشان نتكلم مع الناس هناك. تمام. بس الاخبار يعني مش وحشه بنتكلم مع الناس، ومن الواضح ان حمدين صباحي ليه قاعده كبيره جدا في هيوستن. يعني اقول ان على الاقل مثلا 30-40%. يعني انا كنت سمعت حد داخل قبل كده بيقول في حدود 25 كل مرشح هنا في هيوستن. يمكن تكون النسبه اعلى. يعني انا لاحظت ان حمدين صباحي از ليدنج هو في الاول، ويليه ابو الفتوح، وبعد كده يليهم بمسافه عمرو موسى، ويمكن محمد مرسي يجي بعديهم. بس هم دول الاربعه اللي حسيت ان هم في الصوره بالنسبه للتصويت هنا في هيوستن. استاذ حازم، حضرتك وجميع اعضاء الحمله يعني بتتواجدوا وسط الناس وبتشرح برنامج حمدين صباحي وبتعرف اللي مش عارف مين حمدين صباحي. يعني ايه الشكل اللي الحمله بتعمله في هيوستن؟ والله هو طبعا بدايه الحمله كانت متاخره شويه، بس هي كانت معظمها اللي هو شرح البرنامج وازاله بعض المخاوف اللي عند الناس من البرنامج او من المرشح بذاته. فمثلا حضرتك يعني في ناس كتيره مثلا قلقانه من فكر النصيري مثلا، وفي نفس الوقت بنوجه الناس للبرنامج، لان حضرتك البرنامج طبعا لما الناس بنوجه الناس مين اللي كاتب البرنامج طبعا ما شاء الله مكتوب من خبراء في كل المجالات اللي عاملين ان كان في التعليم او في الاقتصاد او في الصحه او في كل المجالات. فاول حاجه بنعملها للناس بنقول يا جماعه اقروا البرنامج، خشوا الويب سايت بتاع حمدين صباحي. طبعا كان في الانترفيو اللي عمله حمدين لمده 4 ساعات على يومين الاسبوع اللي فات، طبعا عمل فارق كبير جدا. تمام. مصر اختار الرئيس. مصر اختار الرئيس، وهو بصراحه بشكل مميز. الراجل يعني يوم قعد اتكلم على يومين 4 ساعات، كانت حاجه ممتازه. يعني حتى للناس اللي فرحت الناس اللي بيحبوا حمدين من قبل ما يتفرج على البرنامج. يعني حضرتك بالنسبه لناس جايين من بره طبعا كان بالنسبه لهم وسيله اقناع، انما بالنسبه لواحد زينا بقينا بنقول يعني والله ان هو كده از اتراكتيف بيبل، هو كده قادر يقنع الناس بقوه برنامجه. استاذ طبعا ده كان مفيد جدا. استاذ حازم، انت معايا في المقوله اللي بتقول ان برغم قله امكانيات حمله حمدين صباحي هي الاكثر فقرا لكن هي الاغنى بكم المتطوعين في الحمله وكم الداعمين لحمدين صباحي؟ ده صحيح، وكم المتحمسين لحمدين صباحي، وكل الناس اللي حضرتك بنتكلم معاهم. ويمكن حضرتك برضه اكيد عارف بيبقى واحد يعني عمره ما قابله في حياته قبل كده، او واحد عمره مثلا ما كان عضو في حزب الكرامه او في الحزب النصيري، بل بالعكس بنلاقي ناس راس ماليين او ناس بافكار مختلفه تماما، بس راحوا لقوا ان الراجل طبعا تاريخه كان بيتكلم عنه. يعني تاريخ راجل مناضل لمده 35 سنه يمكن. تمام. فهو ده اللي ادى ان الناس كلها تبتدي تتطوع وتتحمس ليه، لان مصر في المرحله دي حضرتك محتاجه حد يكون بهذه القوه، ومحتاج كمان حد يكون قلبه على البلد. يعني مش هيبقى واحد، يعني ما فيش وقت حد ياخد يعني تيك تشانسز مع مرشح مش متاكدين من تاريخه، او مرشح من جماعه معينه او قد تصطفل بالسلطه. فطبعا الناس اللي حابه البلد زي ما حضرتك قلت من شويه برضه جايه من نبع ضميري لناس كتيره جدا. ان ناس كتير جدا يقول انا النهارده بسبب يعني بالنبع الضميري ده انا عايز ارشح الراجل ده على اساس ان هو الاقدر ان هو يقود البلد في المرحله القادمه. تمام. واحنا شفنا في المشهد الانتخابي يعني وخصوصا في نيويورك ان في ناس يعني دخل احد الناس كبير في السن لقينا شباب كتير في سن 18 سنه واسر كامله متكامله اتوردت، وده دليل ان في وجود لحمدين صباحي وفي اصرار من داعميه وانهم يكونوا بيدلوا بصوتهم. واكرم هتسال حازم. الاول بس انا برحب بالاستاذ حازم على راديو كوره هاوس.
طبعا بشكرك على المداخلة، ولكن في استفسار عندي. يعني ناس كتير بتتكلم في حتة ان الاعداد اللي بتروح تنتخب قليلة جدا. تفسيرك يا استاذ حازم للنقطة ديت؟ والله انا هنا في هيوستن رغم ان انا ما عنديش الارقام يعني بالظبط، بس الرقم ما هوش قليل قوي زي نيويورك 162، يعني رقم يعني حتى الصندوق شكله فيه اكثر من 162. طيب حضرتك بتبرر ده بايه؟ يعني هل هو كسل او عدم ثقة في انتخابات نزيهة؟ الانتخابات ممكن تتزور، لسه الناس مش واثقة عايزة تدي صوتها لمين. انت عارف فترة السماح عشان تدلي بصوتك مش كتيرة، يعني مش زي مصر. مصر لسه ما بدأوش. احنا هنا عندنا اسبوع واحد بس في امريكا. فشايف ايه السبب يعني؟ في حضرتك عدة نقاط. هي طبعا في اهم نقطة ان في ناس كتيرة جدا ما سجلتش من اساسه، وحتى راحوا القنصلية على فاكرين هم ممكن يروحوا النهارده بالباسبور مثلا ويسجلوا. لو انت مش مسجل في الكشوف فانت كده ايه؟ ما تقدرش ترشح. فدي اول نقطة. تاني نقطة، في ناس كتيرة جدا ما قرروش هو مين. يعني لغاية دلوقتي الناس يعني بيبقوا داخلين على باب اللجنة. انا شفت حالة كده، الناس رايحة على باب اللجنة لغاية اخر ثانية، يعني ايه طب يمين ولا شمال؟ فطبعا والناس كلها سامعه ان احتمال يكون في مناظره الخميس الجاي، تقول لك طب نسمع المناظره. ما فيش وقت يا جماعه تسمعوا المناظره، لان هنا اللجنه تقفل الساعه 8 بالليل يوم الخميس. لما نسمع المناظره هيكون خلاص ما فيش وقت. الحاجه الثالثه، في ناس معتمد على البريد، ودي خطر جدا، لان زي ما تفضل الاستاذ في جريده الوفد كان بيقول ان هو زي امريكا بالستاند ديت. احنا هنا في القنصليه لازم الظرف يوصل قبل الخميس. فدلوقتي لو حد بعت النهارده بالبريد العادي احتمال كبير جدا ما يوصلش، يعني احتمال كبير جدا يوصل بعد ما يقفل. لا، هو كان بيتكلم ان هو طالما البوست اوفيس حطت الاستامب بتاريخ قبل 17 او 17 فيجب على السفاره او القنصليه ان هي تقبل البريد. بس الحاله مش كده. بس الحاله ان هو مش هيحصل، لان الفرز يوم الجمعه الصبح. بالظبط، الفرز يوم الجمعه الصبح، ده حقيقي. حازم، انت اوريدي انتخبت ولا لسه؟ طبعا انا انتخبت. صوتك لمين يا حازم؟ هو سؤال تقليدي لازم نساله. انا صوتي الحمدين من فتره طويله جدا حضرتك. طيب هو لو ما كانش الحمدين يا حازم كنت ممكن تديه لمين؟ بصراحه والله بصراحه حضرتك السؤال هيكون هو صعب جدا لسبب، لان دلوقتي استفراد الاسلاميين بالحكم هو خطر كبير جدا على مصر. كويس. وان كان يعني فكريا او تنظيميا، فانا لما بتكلم على الاسلاميين انا بتكلم على مش مجرد محمد مرسي، انا بتكلم هنا على محمد مرسي، على ابو الفتوح، على سليم العوا، على عبد الله الاشعل رغم ان هو انسحب امبارح. كل ده تنظيم واحد. وفي نفس الوقت ما احناش في مرحله برضه ايه تتقبل حد عديم الخبره. يعني مثلا دلوقتي في خالد علي، طبعا انسان هايل، بس في نفس الوقت خبرته قليله جدا في القصه دي. واحد يعني سنه ما شافش كتير وما عاش اللي عاشوه بقيه الناس التانيين. طبعا الفلول بقياده احمد شفيق طبعا نفس الكلام. فحضرتك هيبقى